بسم الله والحمد لله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. لو سمحتوا قبل ما نبدأ الفيديو اعملوا لايك واشتراك للقناة بتاعتي. هنتكلم النهاردة عن فضل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليها أفضال كتير جدا. أول حاجة، انت بتنفذ أوامر الله سبحانه وتعالى وبتطيع ربنا، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. احنا كده بنطيع أوامر ربنا سبحانه وتعالى، بترفع لك 10 درجات وبتحط عنك 10 سيئات. تستحق شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. بنتبرأ من صفة البخيل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. اللي بيصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف بترفع له 10 درجات وتحط عنه 10 سيئات أو 10 خطيئات. بتنال البركة في بيتك وفي رزقك. ايه كمان؟ بتنال قضاء الحوائج. ربنا سبحانه وتعالى بيسر لنا أمورنا، بتيسر الأمور وبتقضى الحوائج وبتنال الشفاعة وبتنال البركات وكل حاجة وبتفرج الهموم. وربنا سبحانه وتعالى بيأجرنا أجر عظيم على الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. ما تنسوش يا جماعة، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله.